عبد الله من الجزائر وعمره بس 7 سنوات ما شاء الله تبارك الله، وهو موجود الحين معانا مع عائلته، فخلونا نسأله. أول شيء محمد، يا هلا وسهلا فيك. محمد ألف 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 مبروك. كيف شعورك بعد ما فزت بالجائزة الجائزة هذه وفي 3,600,000 طالب شارك معك في التحدي هذا؟ أنا سعيد جدا لأنني كنت الفائزة في هذه المسابقة، وأهدي هذا الفوز العظيم إلى كل الشعب الجزائري والعربي، وفوزي بهذا اللقب تأكيد لقول الإمام عبد الحميد بن ماديس: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينجسم، من قال حاد عن أصله أو قال ما كذب فإذا هلكت بصيحتي تحيا الجزائر والعرب. ما شاء الله تبارك الله. بس بسألك سؤال، أنت ما شاء الله عمرك الحين 7 سنوات، من متى بديت تقرأ أنت؟ يعني القراءة لقد بدأتها متأخرا، لأن الجزائر تحقق بالمشروع متأخرة، وقبل أول امتحان في هذه المسابقة بأسبوع لم نتحصل على الجوازات بسرعة، وقبل المسابقة بأسبوع كان علي ضغط كبير في الكتابة، ولكن رغم ذلك استطعت ذلك بالصبر والأمانة. ما شاء الله تبارك الله. طيب بس بعطيك هذه، أنا خلني أعطيك إياها. هذه جائزة المركز الأول، شنو تعني لك هذه؟ تعني لي شيء كبير وهو الفوز. طيب كلمة تقولها للي سوى التحدي هذا، للشيخ محمد بن راشد. أشكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أراد أن يعيد المجد للغة العربية وينهض بالأمة من خلال القراءة، فأقول له جزاك الله عنا خير الجزاء. كل اللي أقوله الله يحفظك إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفك في المستقبل حاجة كبيرة. بس خلوني أقول لكم على شغلة، صاحب المركز الأول أو